لما بنشتاق لناس رحلوا عنا بنفتش على صورهم وبنمسح الغبرة عن برواز الزمن، نحكي لهم بنشكي لهم وبنرجع نعلقهم على جدار الذكرى. ولما بنشتاق للكرامة بندور على رجال الكرامة، بنشوم فيهم ريحة الورود والبارود، بنشوم فيهم ريحة العسكر والفواتيك الأخضر، بنشكي لهم نحكي لهم عن خوفنا من بكرة. البطل مصطفى جدعان وراد الخرشة أبو جدعان، يمكن كثير منكم ما سمعتوا فيه من قبل. أكيد مش وزير سابق ولا رئيس وزراء ولا رئيس مجلس نواب فاز بكثرة العزايم على المناسف، ولا هو من الصلعان الجدد حملة سياسات التجويع اللي عندهم الوطن مثل طاولة البلياردو بيلعبوا فيه وعليه. البطل مصطفى جدعان الخرشة من مواليد قرية أم الينابيع، لواء المزار الجنوبي بالكرك. سجل بالجيش العربي سنة 52، وبحرب حزيران 67 قاتل بالقدس الشريف. باللطرون وباب الواد والشيخ جراح كان عنده قلب أسد، ما خوفته لا طيارات ولا مدافع ولا دبابات العدو الصهيوني. على العكس ظل متمسك بمدفعه الصغير البدائي حتى دمر 4 دبابات إسرائيلية. تصوب وظل يقاتل حتى غلبته جراح ووقع أسير مع العدو. وقتها وقد ما سمع عنه قائد الجيش الإسرائيلي موشي ديان إنه في أسد أردني شنع بالمعركة، قالوا وين هذا اللي بتسولفوا عنه، بدي أشوفه. وكتبت بوقتها الصحف الإسرائيلية عنه. زار ديان البطل مصطفى جدعان الخرشة بمعتقله، ومن ضمن الحديث اللي حكى له إياه جدعان قال له اسمع، ترجم يا مترجم واسمع يا عور، جيشك جبان، إلك عندنا يوم والحرب كر وفر، واليوم إلك وبكرة عليك، والله أسد بالمعركة وأسد بالأسر. أبو جدعان اللي وداله محمد حسنين هيكل رسالة شكر يوم كان وزير بحكومة عبد الناصر. أبو جدعان اللي ظلوا بالأسر حتى صار في صفقة تبادل أسرة، وطلع مع رفاقه واستقبلهم الملك حسين بقاعة المفرق العسكرية. قالوا لهم الملك بكل فخر أهلا برافعي رؤوس العرب. أبو جدعان بيعرفش يطلع على التلفزيون ينظر عن الوطنية بعد ما سرق خيرات الوطن. أبو جدعان بيعرفش ينظر عن النزاهة ويوظف نص قرايبه بالرئاسة والمناطق الحساسة. أبو جدعان بيعرفش يسوي من ابنه رجل أعمال أو رجل سياسة. أبو جدعان بيعرفش يورث منصب لابنه وابن ابنه ويدعي الشرف. أبو جدعان ما بيندعاش للاحتفالات الوطنية ولا بيقعد بالصف الأول، محوش أوسمة، بس في بجسمه 8 رصاصات ما كتم جرحهن الزمن. مصطفى جدعان الخرشة محوش أوسمة ونياشين، بس في وسام عظيم عظيم كبير جوا صدره، إنه قاتل بالقدس لعيون القدس ولأجل القدس، وما مد إيده للعدو إلا وفيها سلاح. وأبو جدعان ما عندوش قصور بعمان الغربية، ما عندوش مزارع بالغور بتروى وبتنضوى ببلاش وعلى حساب الدولة. هذا البطل الأردني اللي لبس شعار الجيش العربي منسي ومنسي كثير. أبو جدعان بعيش هاي اللحظات ببيت متهالك وقع سقفه بالشتوى الأخيرة ومش ملاقي قوت يومه. أبو جدعان مديون يا أخوان. مديون لمين يا ترى؟ مديون للدولة. الإقراض الزراعي له عليه 1894 دينار. يا عيب العيب. أبو جدعان اللي دين الدولة بشجاعته وضحى بروحه وعمره مشان ما يقولوا العرب انكسروا، الدولة بدها منه 1894 دينار وبيخصموا من تقاعده العسكري ومن راتب ابنه. شاب أردني نشمي رجل أعمال موجود بكندا، هاجر هو الثاني من ضمن الحكومات، سمع عن أبو جدعان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وداله وكيل أعماله عشان يعطيه كل شيء بيحتاجه. يوم وصل لعنده للبيت المتهالك سياقة جواقع على الجيران
وسقفه مكشوف رفض ياخذ مساعدة. قال له يا ولادي ما بدي منكم شيء، بس سدوا ديوني للدولة وكثر خيركم. وفعلا سد ديونه وصار يستلم راتبه كامل بعد ما كانوا يخصموا منه قسط الإقراض. وقديش فكركم راتبه؟ 241 دينار. ولا الجيش الإسرائيلي منسجع والحرب كر وفر. قال كنت حرب كر وفر، لا بد من يوم يجيك. اليوم علينا بكرة عليك، اليوم علينا بكرة عليك. منسي وفقير بنظرهم يا أبو جدعان، متوهج وغني بنظرنا، جندي حاف بنظرهم، جنرال بنظرنا، تاريخه راح بنظرهم، مستقبله جاي بنظرنا. يا أبو جدعان علمهم إنه الوطن مش غناني وبس، مش إعلام بترفرف وبس، علمهم الوطنية مش بس بلون الشماغ، الوطنية بصفاء القلب والدم اللي بينزف من الخاصرة. يا أبو جدعان علمهم إن البطولة مش كلام زجل ولا نفاق ودجل، البطولة يوم تصل الرصاصة البطن وتظل تهتف للوطن. ولو نسيتك السجلات والجداول الأرض بتتذكرك وبتجدل إلك عقال عز من القدس للكرك. منسي وفقير بنظرهم واخذ الضمير بنظرنا، جبينك شراه ورموشك سنابل، بسكوتك صلاة وبصوتك مراجل. إلك علينا دين ما بينسد، لو دينك مصاري هين، دينك علينا عز وكرامة وهذول ما في بنك بيصرفهم. سامحنا يا ولي في البندقية، سامحنا إذا ظل بهالعمر بقية.